في احدى مباريات ليفربول سنة 2019 بنشوف لاعب خارج متعصب بسبب ان صلاح رفض يبصيله الكورة جوه منطقة ال 18. اللاعب ده خارج متعصب وبيزعق، ومن هنا بتبدأ حكاية ساديو ماني مع المصريين. ساديو ماني مش مجرد حالة استثنائية مع الكرة الأفريقية، لكن طريقته في التعامل خلت النجاح بالنسبة له ليه معنى مختلف. طفل صغير جاي من قرية في جنوب السنغال لحد ما وصل لأعلى مستويات الكرة الأوروبية ليفربول بايرن ميونخ، عشان يرجع ويعكس نجاحه ده على مجتمعه وبلده السنغال. أنا مش جاي أحكي لك قصة بطولات، إنما هي قصة قرارات اللي خلت ساديو ماني اللي احنا شايفينه دلوقتي. ماني اللي اتولد في سنة 1998 في قرية في جنوب السنغال اسمها بامبالي، منطقة ريفية بتفتقر لكل الخدمات الأساسية. نشأ في أسرة متدينة ووالده كان إمام مسجد. كرة القدم ما كانتش الخيار الأفضل لعائلته، لكن ساديو كان واضح اهتمامه بيها من السنوات الأولى. وهو عنده 15 سنة خد قرار بأنه هو يسيب قريته ويوصل للعاصمة دكار. قرار جه رغم تحفظ العائلة ورفضها للقرار، وهو لا يمتلك أي ضمانات للنجاح وقتها. مش رايح على حاجة مضمونة، مش رايح على أكاديمية، مش رايح على نادي، هو نازل يشوف نصيبه. بدأ في دكار يلتحق بأكتر من أكاديمية لحد ما قدر يوصل لأكاديمية جنريشن فود. الأكاديمية دي كانت عاملة شراكات مع أندية أوروبية، أهمها نادي ميدز الفرنسي. وهنا كان عليه إجباري إن هو يتكيف مع بيئة مختلفة عن قريته وعن بلده بأكملها وعن القارة الأفريقية بشكل عام. وصل ماني لأوروبا، وهنا بيبدأ يقابل صعوبات مختلفة. نمط الحياة، الثقافة، الدين، كل شيء بالنسبة له كان مختلف. تحديات طبيعية لأي لاعب جاي من بيئة بسيطة عشان يوصل لمنظومة احترافية. مع تطور مسيرته في أوروبا وإنه قدر يحقق نجاحات كبيرة مع كل الأندية تقريبا اللي لعب ليها، الأمر ده لم ينعكس على نمط حياته بشكل مبالغ فيه. في أكتر من مناسبة وفي أكتر من مقابلة صحفية، ماني قال إن هو مش بيهتم بالمظاهر ولا البذخ، وكلامه ده ظهر في أفعاله. قدر إن هو في سنوات قصيرة ينفذ أكتر من مشروع تنموي جوه قريته في السنغال. المشروعات دي زي إنشاء مستشفى ومدرسة وخدمات أساسية لسكان القرية، وكمان قدر إن هو يقدم دعم مالي بشكل منتظم لبعض الأسر، واللي هو بالنسبة له يعتبر مسؤولية تجاه مجتمعه. بيصرح ماني باستمرار إن الدين بالنسبة له هو جزء أساسي من حياته اليومية. بيشوف في الدين مرجع أخلاقي لحياته يقدر يساعده على الاستقرار والتعامل مع الضغوط، والأهم التعامل مع الشهرة. داخل الملعب معروف عن ساديو ماني الهدوء والالتزام واحترام زملائه. ما كانش من اللاعبين اللي بيقول تصريحات كتير، لكن سلوكه وأفعاله بشكل يومي قدرت إن هي تأثر على ده في غرف الملابس، سواء مع الأندية اللي لعب بيها أو مع منتخب بلاده. وقدر إن هو يكسب محل احترام كل الفرق اللي لعب ليها. وعشان تيجي اللحظة الحاسمة بالنسبة له وبالنسبة لنا مع بداية 2026، المصريين اللي ما كانوش بيحبوه فجأة في نظرهم بقى بطل شعبي. اللاعب السنغالي اللي المصريين شافوا فيه حلم كان نفسهم يحققوه مع محمد صلاح. كان نفسهم يشوفوا الشخصية والكاركتر ده فيه. تخيلوا فيه صلاح، القيادة جوه الملعب وبره الملعب، عدم البخل بأي نقطة عرق على منتخب بلاده. بطل كان نفسهم يبقى صلاح. ده ما كانش مجرد جيل ذهبي للسنغال، لكن في لحظة الصمت بيسود كل المكان لما الفريق السنغالي كله بينسحب قدام المغرب في الدقائق الأخيرة من المباراة في نهائي أفريقيا 2025. ماني بيحارب لوحده جوه الملعب عشان يكمل الماتش، والجملة الخالدة اللي هتفضل في الأذهان دايما: سنعود ونلعب كالرجال. On va jouer comme des hommes يقول ساديو ماني. يلا سنلعب مثل الرجال يقول أسد التيرانجا ساديو. عشان يقدر السنغال يحقق اللقب الثاني في تاريخه. ماني اللي كان طالع بيبكي في 2018 بعد السفرات الاستهجان اللي عملها عليه الجمهور السنغالي، وقتها اللاعب بيدخل في نوبة بكاء شديدة. مش بس اللقطة دي اللي بتعتبر حاسمة لماني في تاريخه مع السنغال، كلنا شفنا محاولة تأثيره على ابو جبل في نهائي افريقيا 2021 لما جت ضربة جزاء للسنغال في الدقائق الاولى من النهائي، والسقفة اللي سقفها بعد ما ضيع ضربة الجزاء. ده مش شخص جاي يلعب ماتش كورة، ده محارب جاي ينتزع البطولة بعد ما خسروا النهائي قبلها بسنتين قدام الجزائر في افريقيا 2019 اللي كانت مقامة في مصر. طريقته وكلامه مع زمايله قبل اي مباراة مهمة، رغم ان هو مش كابتن الفريق. قصة ماني ما ينفعش نختصرها في اهداف وبطولات، هي تجربة لاعب حافظ على ارتباطه بجذوره، وقدر ان هو يستخدم نجاحه بشكل عملي عشان يدعم مجتمعه وابناء بلده. في عالم كرة القدم الحديثة ممكن يكون هو ده الاختلاف الحقيقي، العقلية والشخصية قبل المهارة. السلام عليكم. Being playing football, there is not all.